يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف فيديو النهارده ناس كتيرة قوي قوي بيحبوه، وهي الكواليس اللي بتبقى في ما بين الفواصل، واللي بتبقى طول اليوم وانتي رايحة الحلقة وانتي بترتبي كده. بداية نزولي من العربية واتجاهي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، دخلت من البوابة، وطبعا بيشوفوا بقى البطاقة والتصريح والكلام ده دخلتي من باب المبنى بتاع قناة الحياة. وأنا كده باشاور لكم إن أنا خلاص وصلت الحياة، وهي فعلًا حياة تانية خالص. حلوة جدًا، حلوة، والناس معاملتها بسم الله ما شاء الله، كلّهم بصراحة واقفين جنبي، شالوا من عليَّ نقطة التوتر والخوف. أيوه أكيد لازم كلنا يكون عندنا خوف وتوتر من كمية الكاميرات اللي بتبقى موجودة، وإنِّك عايزة تطلّعي حلقة كويسة ومميزة، فعلًا بيكون في توتر، بس التوتر ده بيروح بوجود ناس جنبِك بتشيل عنِّك حاجات كتير أوي. وده المطبخ اللي كان بتاع اللي أنا هاصوّر فيه، ودي الأوضة اللي باغيّر فيها الهدوم، وباعدل فيها مثلًا طرحتي، باحط makeup. هييجي دلوقتي makeup artist حلو أوي، هيحط لي makeup حلو أوي. هنا الأول كنت باحط المايك، ده المايك اللي أنا باتكلم منه بتسمعوني أثناء الحلقة، بيتعلق كده في الجاكيت من جوه، وبعدل المايوهات كده على صدري، وببدأ ان انا اعدل في طرحتي. والميك اب دلوقتي هيحط لي ميك اب تحفة قوي. استاذ عادل من الناس المميزة قوي في قناة الحياة، شغلك كان رائع، والميك اب كان حلو عليا قوي، وكان هادي قوي، كان سيمبل قوي، وكان لايق عليا بصراحة. آه، روحه كانت حلوة، وإيده كانت يعني سهلة كده في الميك اب. أنا أول مرة أتعرض لموقف إن ممكن راجل يحط لي ميك اب، بس في مدينة الإنتاج الإعلامي توقعوا أي حاجة انتوا تشوفوها. كانت نيفين صاحبتي معايا في الأوضة، قابلتها هناك في مدينة الإنتاج، كان يوم حلو طبعا. خلصت الحلقة وانتوا شفتوها، أنا نزلت لكم الحلقة كاملة على شرفت بيكي صفحتي على النهارده، وبجد الفيسبوك يا انا باشا. فرحانه ان انا كنت في يوم من الايام مع حضرتك، وبحبك جدا وبحب ومتابعاكي وبحب اكلك حلو قوي. حبيبتي انتي حبيبه القمرايه، قلبي يا ياسر. وعايزه اقول لكم هبه شاطره جدا. التريكات الصغننه دي مش اي حد يعرفها ومش اي حد يعملها. حبيبتي عجبتني جدا بجد، برافو تسلمي لي عليكي. روح قلبي، تسلمي لي، ربنا اتشرفت يخليكي بيكي يا حبيبتي، حبيبتي. ربنا يخليكي، مع الف سلامه. باي باي. من الاماكن اللي بحب اروحها مش بس عشان الشو والتصوير والحلقات. ايوه الشو والتصوير والحاجات دي بتفرق جدا في مستوانا الاعلامي، وبتفرق جدا في ثقافتنا. بس بجد من اجمل الاماكن لو دخلتوا فيها مش هتعرفوا ابدا تتخلوا عن المكان ده. المكان ده بجد مصر. احنا بنتشرف ان في مكان زي دوت في مصر. قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شكرا على متابعتكم ليا، بجد اليوم كان حلو النهارده بوجودكم معايا وباتصالاتكم الحلوه. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. تعالوا بقى شوفوا النهارده اليوم حلو، وبقى احلى واحلى من اي يوم ليه، عشان معايا صاحبتي القمر نيفين. حبيبتي يا نيفين، نورتي عاملين مدينه ايه الانتاج كلكم الاعلامي. حبيبه قلبي؟ احنا دايسين هنا على اه طول. والله. ربنا ما يقطع لنا عاده، دايما على طول مع بعض هنا، وان شاء الله كل جديد هنبقى مع بعض فيه. من اعز صحابي، ومن الناس اللي فعلا العشره حبيبتي يا بتبين حبيبتي. الناس الكويسه من الناس الوحشه. بحبك جدا وربنا حبيبتي يعلم، وده باين تسلمي اصلا في كل تسلمي. حاجه في حياتنا مع بعض. حبيبتي ربنا يا رب يبعد عننا يخليكي، اي انتي حاجه احسن وحشه. انتي احسن. احلى شيف حلواني ممكن تاكلوا من يا ايديها واد يا جامد. بسبوسه وطرط، مش قادره اقول لكم. يعني انا المفروض ناقصه كنتش عملت حاجه حلوه النهارده في الحلقه عشان هي معايا. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، حبيبه قلبي يا تسلمي نيفين. لي تسلمي لي يا بيبه. كل الفيديوهات اللي هتمر عليا في حياتي كوم، الفيديو ده كوم تاني خالص. حبيت اشكرك، حبيت اوجه لك من المكان دوت الف مليون تحيه، الف شكر ليك. طبعا انت هتقولوا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على زوجي. انا لولا دعم زوجي، وانا بقولها بدل مره اتنين وتلاته واربعه، ربنا يحفظه ويحميه ويبعد عننا اي عين وحشه. بس بجد وجود زوج او وجود راجل في حياتك بيشجعك بتفرق. آه، اهتمامه بالتفاصيل البسيطه اللي ممكن انا ما كنتش واخده بالي منها بتفرق معايا قوي. فربنا يا رب يرزق كل واحده براجل كويس، ويكون بيصونها وبيحميها. بجد انت عوض ربنا ليا، لان انا دايما بقول الكلمه دي. حازم ناصر ده عوض ربنا ليا، ربنا يخليك ليا ويديمك نعمه في حياتي، واكون دايما عند حسن ظنك ومشرفاك، وافرح بيك قريب عشان انا هجوزك. يعني هجوزك، هبقى اول ست مصريه اتجوز جوزها. بح... اليوم أحب أختم في إني أقول لكم ألف شكر ليكم يا أجمل المتابعين.
شكرا على دعمكم وتعليقاتكم الحلوة على كل وصفاتي. شكرا على اتصالاتكم اللي شجعتني جدا وانا في الحلقة. بحبكم جدا، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. وانتظروني ان شاء الله في حلقة جديدة وفي برنامج جديد، وان شاء الله يكون ليا برنامج خاص بيا بدعمكم المستمر. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. اعملوا شير للكواليس الحلوة دي، ويا رب